السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه فلون المقاهي بدون فلون او بيض بديكو جيل صنع منزلي. تقدري تعتمديه كمشروع مربح او تفرحي به ولادك، ولا تعتمديه في سهرات رمضان، ولا طولنا ربي العمر. نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. نبدأ بطريقه التحضير. نديو حبه بيض تكون حجم صغير، 5 مغارف اكل سكر، رشة ملح، فانيلا. نخلطهم مليح حتى وين نحس السكر ذاب. هنا نزيدو 5 مغارف اكل حليب. الحليب يكون دافع. نخلطهم واحد دقيقة. نزيد لهم 5 مغارف اكل زيت. نزيد نخلطهم دقيقة. دوك نزيدو النواشف. نديرو 2 مغارف اكل كاكاو، مغرف قهوة خميرة الحلوى يعني نصف باكي 5 غرام. نزيدو 3 مغارف فرينة يكونوا معمرين، دائما مغرف تاع الاكل اللي كيقلنا بها. نغربلوهم. نخلطوهم مليح. اللي ما يحبش يدير الحبه بيض، انا خطرات نديرها بلا بيض. نعوض البيض نزيد مغرف حليب ونزيد مغرف زيت. هذا هو القوام المطلوب. السنيوه اللي خدمت بها 30 على 25 سنتيمتر. ندهنها بالزيت ونرشها بالفرينه ولا بالكاكاو. صراحه انا نسيت، هنا ما رشيتهاش. نفرغ الخليط في سنيوه. نسوي الكيكه. نخبطها بهذه الطريقه، نخرج لها الهواء. نطيبها على 170 درجة مدة 10 دقائق. ما لازم تفوت 10 دقائق تنشف. هنا بعد ما خرجتها من الفرن نخليوها تبرد. الآن نحضروا الفلون. نص لتر حليب، نص لتر ماء، كاس ناقص أصبع سكر، فانيلا، 4 مغارف أكل مايزينا نشاء الذرة. الكاس اللي استعملته هو 220 مليلتر. نخلطو كلش بارد في بارد. نحطوها فوق النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى ليوصل درجة الغليان. هنا بعد ما غلينا نضيفو لها لاباطاغون تاع البنان. الكمية كل واحد يدير الكمية اللي يحبها. ما لازمش نكترو منها باش ما تعطيلهاش المرورية للفلون. نفرغ الفلون فوق الكيكة. نساوي السطح الفلون مليح. هنا نخليه يبرد. دوك نحضرو ديكوجيل. نديو كاس الا ربع ماء، مغرف اكل مايزينا ماشي معمره مليح. سعة الكاس هو 220 مليلتر. نخليوه دو كوتي. نديو كاسرونه، نحطو كاس الا ربع سكر، نحطوها فوق النار تكون متوسطه حتى وين يذوب السكر. في هذه المرحله ما نستعملوش المغرف، نحركو غير بهذه الطريقه.
في هذه المرحلة نقدروا نخدموا بالمغرف تاع الحطب من الأحسن، ما نديرو تاع السيليكون، ما نديرو تاع الحديد. بعد ما نتأكدوا باللي السكر داب نهائيا نضيف الكاس اللي ذوبنا فيه لا مايزينا، نقصوا للنار تكون مهيلة، نحركوا بشوية حتى وين يذوب السكر تولي لنا كي ديكوجيل. نفرغوه فوق الفلون هو سخون والفلون يكون بارد. نوزعو على جميع سطح الفلون. انا دات لي كل الكميه، نخليوه يبرد. انا ما دخلتوش الفريجيدار، خليته غير فوق الطابله لان الحال بارد. هنا بعد ما فاتت ساعه ونص قطعته، تقطيع كل واحد يقطع كيما يحب. اللي يحب يعتمدو كمشروع في المقاهي يدير سنيوة تاع 30×40 ويدوبلي كامل المقادير ويحسب المرسو ب4000. التزيين اختياري، انا زينتها بالكاوكاوي فيلي حمصته. تحصلنا على احلى فلون بقوام كريمي يترعد وحده يا مولاي. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. هكذا وصلنا لنهاية الوصفة، نقولكم في امان الله في وصفة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.